في حكاية حلوة حكاها عمر طاهر بتوصل الفكرة دي. كان في ملك صحي في يوم مخنوق وزهقان، والحاجات اللي كانت بتسليه الشاعر اللي بيمدح فيه ويقول فيه قصايد والبهلوان اللي كان بيضحكه ما بتأثرش فيه. فقرر ينزل لوحده من غير موكب ولا حراسة يتمشى شوية. فتمشى لحد ما وصل لغابة، عدى على راجل عجوز قاعد فوق صخرة، فرمى عليه السلام. فالراجل العجوز ما ردش السلام، فالملك اتضايق، فرجع له تاني خطوتين وقال له انا رميت عليك السلام، انت ازاي ما ردتش؟ فقال له الواحد ممكن ما ياخدش باله من اللي اقل منه، لو قاعد فوق صخرة عدت جنبك نملة ولا فار مش هتاخد بالك. قال له اقل منك ازاي؟ انت عارف انا مين؟ انا الملك. قال له وبعدين ايه؟ وبعدين هتبقى ايه؟ قال له هبقى ملك على البلد دي والبلاد اللي جنبيها. قال له بعدين؟ قال له هبقى ملك على البلد دي والبلاد اللي جنبيها وملك على القارة كلها. قال له بعدين؟ قال له هبقى ملك على العالم كله. قال له بعدين؟ قال له ولا حاجة. قال له هنا بقى ولا حاجة. فالمقصود هنا طلعت ولا نزلت النهاية واحدة، الدنيا في الآخر ولا حاجة. في حكمة صوفية بتقول علامة الإذن التيسير، يعني انت بتخبط على الباب، لو ربنا رايد وأذن لك هيفتح لك، لو ما أذنش هيفتح لك باب تاني. فما تشيلش هم وقاوم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك واشتراك وتقولي رأيك في التعليقات.